فبادروا أيها المسلمون بصالح الأعمال تقربا إلى ربكم الكريم ذي الجلال في هذه المواسم الخيرات، مغتنمين لها، معوضين ذاكم التفريط والإهمال، متأسين بسيد الورى ثم بعلية الغابرين والسالفين، فهم خير صحب وآل. ها هي قد أظلتكم أيام فاضلات، أيام البر والخيرات، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات، حتى تقال عنكم العثرات وتكفر السيئات. اغتنموا أوقاتها وسلوا الفضل من ربكم، ترفع لكم الدرجات وتحظون لدى مليككم بالمنازل العاليات. نعم، إن السعيد الرشيد فيها من استقى من نميرها وذاق شهدها وتبع ضياها. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ما من أيام خير عند الله من 10 ذي الحجة أقسم الباري بها فأبان فضلها وأظهر علاها. يقول الله: والفجر وليال 10، ويقول سبحانه: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وخير هذه 10 يوم العيد ثم يوم عرفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن قرظ رضي الله عنه: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم العيد وليس من 10. أيها المسلمون، لا تفرطوا في جنب ربكم، أكثروا من الذكر ولتكن رطبة به ألسنتكم، منشرحة له صدوركم، مطمئنة به قلوبكم. روى الطبراني في المعجم عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام 10، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. تأسوا بالخيرين قبلكم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبر الناس بتكبيرهما. وفي المصنف لابن أبي شيبة عن مسكين أبي هريرة التيمي قال: سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام 10، فقال مجاهد: أفلا رفع صوته؟ فقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج لها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى الوادي حتى تبلغ الأبطح فيرتج لها أهل الأبطح وإن أصلها من رجل واحد. وفي شعب الإيمان للبيهقي: كان سعيد بن جبير إذا دخل 10 يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. وفي شعب الإيمان كذلك عن الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام 10 كقدر غزوة يصام نهارها ويحرس ليلها،
إلا أن يختص امرؤ بشهادة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا امرؤ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ورواه البزار ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من 10 ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: بل هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. وفي رواية: إلا رجل عفر وجهه بالتراب. فلتلهج بالذكر فيهن ألسنتكم وبالدعاء كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. فاعرفوا ليوم عرفة فضلا، فإنه والله ليوم عظيم. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بعباده ملائكته. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثم يباهي بكم ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم. وروى ابن المبارك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد قادت الشمس أن تؤوب، فقال رسول الله: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ألنا خاصة؟ فقال: بل هو لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. إي والله كثر خير ربنا وطاب.